يا صباح الخير أو مساء الخير عليكم حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه، أنا عمرو خاطر ودي سكة سفر. أنا عارف إن إحنا بقالنا كتير مش موجودين وما بننزلش حلقات، بس يعني ظروف وادينا رجعنا لكم تاني، ومعانا النهارده ضيفة متميزة جدا. معانا دكتورة هبة طارق. هي متخصصة في الطب النفسي وعضو الكلية الملكية البريطانية للسايكايترست، وبتعمل ماجستير في الطب النفسي من جامعة برايتون، وهي عندها خبرة في الطب النفسي حوالي 3 سنين. أهلا بيكي يا هبة ونورتينا. أهلًا، إزيك يا عمرو عامل إيه؟ تمام والله الحمد لله، دي أخبارك؟ الحمد لله حلو، متحمسة جدًا الح... للنهارده. وأنا كمان والله كنت يعني أنا عارف إن أنتي بغير الطب النفسي أنتي كمان بتحبي الجيم، مدربة رقص. ممكن ندخل في الموضوع ده في حلقة تانية، بس الحلقة بتاعت النهاردة عن موضوع مبهدلنا كلنا ومبهدلني أنا شخصيا، اللي هو الاتاتشمنت ستايل أو أنمطة التعلق. تحبي تدينا بس نبذة كده عن أنمطة التعلق عشان الناس تعرف إحنا هنتكلم عن إيه النهاردة؟ أكيد طبعًا. آمم، أول حاجة اللي لازم نعرفه عن أنماط التعلُّق هو مين اللي فكّر فيها ومين حاول إن هو يشكّلها لنا بشكل أكبر. هو عمّه جون بولبي، كان طبيب نفسي ومُحلِّل نفسي في أوائل القرن العشرين. قرر إن هو يربط العلاقة ما بين الطفل أول ما بيتولد، بالذات في السن 6 شهور الأولى لسن السنتين. حاول إن هو يربط علاقته ما بينه وما بين الأهل اللي بيوفّروا له المفروض الحماية والأمان، وإزاي ده بقى بيشكِّل طريقه في الحياة بعد كده، وبيأثّر على علاقاته في كل جوانب الحياة، سواء كانت شغل، أصحاب أو أهل. ولقى إن في ترابط كبير جدًا ما بين الطريقة اللي بيوفّر فيها الأمان الجسدي، العاطفي، النفسي للطفل، وما بين طريقة تطوّر أو نمو الجهاز العصبي عنده، والreaction time للstressors أو للضغط اللي عنده، اللي ممكن يواجهه بعد كده في الحياة. ده بشكل مبسّط يعني. يعني الموضوع ده بيبدأ من وإحنا نونو خالص، مالوش دعوة بالتجارب اللي إحنا عدينا بيها في الحياة. لأ، يعني من وإحنا في اللفة هي اللي بتأثّر بقى على تجارب الحياة، مش العكس. اللفة طلعت مهمة جدًا. طيب تقدري تقولي لنا كده إيه هي أنماط التعلق اللي حاليًا موجودة؟ تمام. هي ميري إنسورث برضه جديرة بالذكر. ده ميري حد جات تاني بقى. بقى. يعني هو جون بولبي فتح الطريق، جات ميري بقى تكمّل، تجوّد شوية. أوك أوكي. هي في أواخر القرن العشرين خدت الtheory بتاعة جون، وقرّرت إن هي تعمل تجربة experiment بسيطة كده. ممكن نتكلّم عنها بالتفصيل قدّام شوية، لإنها هتبقى ليها علاقة بالكلام اللي هنتكلّم فيه. من خلال التجربة دي ودراستها للموضوع، قدرت إن هي تلخّص الأنماط ل4 أنماط أساسية. النمط الأول هو النمط الآمن، الجميل، ده معناه إن مصدر الحماية كان موجود والطفل خَد كل احتياجاته من فترة صغيرة جدًا، وقدر جهازه العصبي إن هو يكون هادي وزي ما بنقول منظَّم أو regulated، بحيث إن هو واثق في نَفْسه وفي اللي حواليه، وقدر الشخص ده إن هو لمّا يكبر يكوِّن علاقات جميلة جدًا في حياته. آآ الدراسات بتقول إن 50% من الناس هم آمنين حاليًا. عارفة لعبة أشُك، أشُك. وأنا كمان. هُم فين بقى دول؟ نلاقيهم فين؟ والله بادوّر يا عم، أول ما ل ألاقي هاقول لك. ليهم ويب سايت، ليهم app، أي حاجة تدوّر على الناس secure؟ تقريبًا متجمّعين مع بعض فاهم، في مكان كده يوفوريا، يوتوبيا وفاهم، معزولين نفسهم عن العالم. ما لأ، يعني أنا متّفقة معاك. رقم 50% من اللي إحنا بنشوفه جايز في مجال عملي الموضوع بيبقى أصعب شوية، لإن أنا already باتعامل مع ناس عندهم مشاكل نفسية، فأصعب لي إن أنا أقابل حد secure طبعًا. بس حتى في الجانب الاجتماعي الموضوع بالنسبة لي غريب. أوكي. آمم
النمط التاني اللي حللته ماري هو نمط الانكشس او المتوتر الانكشسلي اتاتشد. هاي. وانا كمان. آه، بصرة. 20% ايه بصرة. بالظبط. اخواتنا الانكشس يا جماعة نجمع هنا، وان شاء الله في نهاية البودكاست نحاول نقدم شوية مساعدة للناس الانكشس، عشان انا عارفة قد ايه الموضوع صعب جدا جدا جدا. الانكشس يقال ان احنا 20% من الناس عندهم الانكشس اتاشمنت او التعلق التوتري، وهو ناتج لأن الطفل لم يتم تلبية احتياجاته وهو صغير، بل العكس، كان في توقعات أكبر بكتير من الطفل، أكبر بكتير من اللي بيوفروا له الأهل من الاهتمام والحب والرعاية. وبنشوف العلاقة دي في الكالتشر المختلف، زي مثلا الكالتشر الآسيوية. عندنا طبعا في مصر اللي هو لما بيكون الطفل متوقع منه كتير قوي من سنه صغير، بالذات أكاديميا، هو أنت لازم تبقى نبغى، أنت لازم تبقى كويس في كل حاجة، أنت ما ينفعش تغلط. وفي نفس الوقت مفيش تعبير عن الحاجات الكويسة اللي ممكن يبقى بيعملها الطفل، زي ما بنقول كده كله ضرب ضرب ما فيش شتيم. فبيحس الطفل إن هو لما يكبر في علاقاته بيحس إن هو عمره ما هيكون كافي، ما عندوش الثقة بالنفس، حاسس إن هو لازم يبقى في دوامة لإثبات الذات لنفسه ولكل اللي حواليه. وده طبعا هنتكلم أكتر عن إزاي بيدمر علاقات كتير وبيأثر على الشخص. طيب قبل ما ننقل للنظام التاني، انت مم. ذكرتي حتة الضغط اللي بيتعرض له الطفل، زي مثلا عندنا في مصر اللي هو انت ايه ده جبت 99%، الدرجة دي راحت فين؟ السؤال التاني برضو عشان بلاحظه دلوقتي، بشوف ناس كتير من الأمهات والأبهات الجداد بيحاولوا ما يسيبوش فسفوسة وقت فاضي للطفل، يطلع من المدرسة على تمرين السباحة، من تمرين السباحة على مش عارف الكاراتيه، من الكاراتيه على تصميم الطائرات بدون طيار. انت شايفة برضه ان دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤدي لحاجة زي كده قدام؟ ده موضوع حلو جدا وسؤال حلو قوي. الرد عليها يبقى صعب لأنه بيعتمد من طفل لطفل. في أطفال كتير بيبقى عندهم فرط حركي، وحلو إن إحنا نطلع الحركة أو الطاقة دي في حاجات ممكن تفيد الأطفال. الحاجة التانية إن كتير مننا بالذات في جيلنا إحنا يا عمر معرفناش يعني إيه هوايات، أو إحنا أصلا بنحب إيه. مم. إحنا طلعنا واتقال لنا ذاكروا وادخلوا كليات قمة، بس محدش قعد معانا وسألنا نفسك في إيه أو عايز إيه. وبالنسبة لي إن إحنا نعمل كده للطفل ونحطه في أكتر من أكتيفيتي في نفس الوقت ممكن تبقى طريقة لتنمية الشخصية، وإن هو يتعرف أكتر هو حابب إيه ونفسه في إيه. إمتى بقى هيبقى غلط؟ لو إحنا شفنا إن الطفل مش قادر يواكب التحديات اللي في كل الأكتيفيتيز دي، أو هو مش حاببها ونفضل نصر إن هو يعملها، هنا هيبدأ طبعا التوتر يزيد وممكن يأثر على الاتاتشمنت ستايل. تمام. ننقل بقى للنوع اللي بعد كده، النوع التالت. النوع الثالث المتجنب الافويدن. الناس بتشوف او فاكره ان النوع ده نوع جبار وجميل وما عندوش اي مشاكل، بس المظلومين جدا المتجنبين هم اللي خدوا دور مش دورهم من وقت صغير قوي. بيحصل بنشوفه في بعض حالات الانفصال في السن الصغير ما بين الأم والأب، أو عدم تواجدهم بشكل كبير، أو عدم توفيرهم للوقت والمشاعر للطفل. ساعتها الطفل بيبدأ ياخد هو دور الأهل، بيبدأ هو اللي يحاول يتحكم ويعمل زي ما تقول containment، يسيطر على المشاعر اللي موجودة في البيت. دايما بيبقى فيه ذبذبة في المشاعر من الأم والأب، لو في خناقات لو في مشاكل أسرية، بيحاول الطفل هو اللي يستوعبها ويكون هو اللي بيوفر للأهل الدعم الايموشنال او العاطفي. فبتلاقيه مم. شخص طلع على انه مكتفي ذاتيا، هو اللي موفر لنفسه كل حاجة، هو اللي وفر لأهله
المشاعر والعاطفة، هو ما خدش أي حاجة، فبتلاقيه إن هو لمّا بيكبر هو مش محتاج حد، هو متجنب، هو بيحاول، هو نِفْسه إن هو يكون في علاقة سوية، بس مش قادر يحس بالثقة إن في حد هيوفّر له ده، إمم. لإن أهله ما وفّروهوش. وهو اتعوّد إن هو كل حاجة بيعملها لنَفْسه، فهو خايف يدّي المفاتيح دي لحد تاني. قبل ما بالض ننقل للسؤال الرابع، أنا كنت قريت في كتاب إن الanxious مغناطيس avoidant. صح. أوكي، ممكن نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. لازم، لازم، لإن من ضمن الحاجات اللي لازم نصلّحها في علاقاتنا إن إحنا نعرف ليه ده بيحصل، ليه في حد دايمًا يشوف إن هو لو راجع علاقاته يلاقي إن هو ارتبط بنوع معيّن من العلاقات، ويقول أنا هو ده حظي أنا والّا هي الناس كلّها اللي كده؟ لأ، لازم نعرف بقى ده بيحصل ليه، ليه جهازنا العصبي اختار الجهاز العصبي بتاع المتجنب، هنشرح بعد كده إزاي هُم مترابطين بشكل مُضر بس في نفس الوقت مفيد، هاقول لك أكتر. أوكي. طيب النوع الرابع بقى أنا ما كنتش عارف إن هو موجود، هو عبارة عن إيه؟ آه. النوع الرابع بقى دي يا حرام هي سلطة الأنماط كلّها اتضربت في الخلاط يا عيني، وبتُسمى بالinsecure أو الغير آمن أو الdisorganized، يعني كل حاجة موجودة، موجود المتوتر وموجود المتجنب وموجود الآمن في أوقات. الناس دي هو أقل نوع نمط موجود، ويمكن دي حاجة كويسة، هم 5 ل10% من الناس بس، لإنه للأسف هو أكتر نوع challenging وبيواجه تحديات كتير وصعب، لإن اللي مرّوا بيه في حياتهم صعب. بنتكلم بقى في حالات العنف الأسري لمدة طويلة، بيتعرّضوا لأنواع كتير من الabuse، فبتلاقي إن الناس دي ما عندهمش ثقة في نَفْسهم أو في العالم الخارجي خالص. يعني إحنا لو مشينا على الأنماط، هتلاقي إن النمط الآمن هو عنده ثقة في نَفْسه إيجابية وثقة في العالم إيجابية. النوع المتوتر مش واثق في نَفْسه، بس واثق في العالم اللي حواليه. النوع المتجنب واثق في نَفْسه، بس مش واثق إن العالم اللي حواليه هيقدر يدّي له أي حاجة. النوع الdisorganized أو الغير آمن ما عندوش أي نوع من أنواع الثقة، لا في نَفْسه ولا في العالم. فبالتالي نقدر نقول إن التحديات اللي هيواجهها الشخص ده يعني صعبة جدًا. إمم. interesting. لأ، إمم. يعني كنت فاكر إن ما فيش حاجة أسوأ من من الanxious، بس واضح إن في عالم كبير. طيب آآ، إيه نوع التحديات؟ ما أعتقدش إن الsecure ممكن يكون بيواجه تحديات، بس إيه نوع إيه نوع التحديات اللي بتواجه كل نمط من أنماط التعلُّق؟ جميل. عايزين نقول التحديات بتطلع من إيه عشان على أساسها نعرف إمم. ونفهم إيه الحاجات اللي ممكن نواجهها. التحديات زي ما قُلنا هي ليها علاقة بالجهاز العصبي وتنظيمه. في حاجة إحنا معروفة ممكن الناس تبقى عارفينها وممكن أشرح لكم عنها أكتر شوية، اللي بتسمى fight and flight response. أنت في أوكي. مواجهة الخطر، أنت هتحارب والّا هتجري؟ ودي ليها علاقة بالجهاز العصبي. وده طبيعي جدًا، هو معمول عشان يحمينا من الخطر أو المخاوف. طيب، فلو أنا جهازي العصبي منظم بالشكل الطبيعي، بشكل آمن، هتلاقي إن التحديات اللي باواجهها باقدر إن أنا أتخطاها. يعني لو في حاجة مسببة لي قلق، باقدر أهدى، باقدر أفكر، باقدر أناقش وأتكلم في مشاعري. لكن لو أنا جهازي العصبي متوتر، على طول حاسس بخوف، على طول fight or flight، ما بيهداش، هو على طول حاسس إن في حاجة هتهجم عليه. هنا بتلاقي إن كل مشاكله بتحصل في عدم القدرة عن التعبير عن الاحتياجات. هو على طول حاسس إن هو في حاجة محتاجها بس مش عارف يتكلم عنها. أو إمم. العكس، هو على طول عايز اللي بنسميه الreassurance، قُل لي إن أنت بتحبني، قُل لي إن أنا كويس، قُل لي إن أنت مش هتسيبني، قُل لي إن أنا أستاهل الحب ده. شيء مُرهق جدًا، جدًا يا عمرو، شيء
آآ مش سهل على حد إن هو يدّيه لنا، وعشان كده علاقات بتبقى صعبة جدًا، لإنه ما فيش أي حد هيقدر يدّيك الطاقة دي عشان يهدّيك ويخلّيك إمم. قادر تفكّر بشكل أكتر. في مثل بيقول لِك: "من اعتاد القلق اعتقد الطمأنينة فخ." يعني دايمًا بابقى حاسس هو الخازوق جاي منين؟ معلش لو سمحت، الخازوق جاي منين؟ صح، ف صح. أعتقد هل التحدي اللي أنتِ قُلتيه ده بيواجه كل الأنماط والّا الanxious بس؟ لإن دايمًا برضه الanxious بيبقى عنده حتّة اللي هو إيه، قُل لي أنت بتحبني، عرّفني أنت بتحبني، بس لو راح مع حد secure بيخاف أكتر من لو حد بقى بيقعد يطلب منّه الاهتمام. صح، صح جدًا. وهنا بقى اللي أنا قُلت ليه إحنا ممكن نattract الanxious مع المتجنب. الجهاز العصبي لو اتسيستم من الصغر، وعشان كده قُلت اللفة مهمة جدًا يا جماعة، لو أنا من صغري أنا متعودة على التوتر، وإن أنا مش عارفة أنا رد فعل الأهل هيبقوا عاملين إزاي، أو ردود الأفعال قوية أوي م مقارنة بالفعل اللي أنا عملته، وعلى طول عندي حالة من القلق والتوتر، إذًا أي حاجة تانية هاعتبرها مش مألوفة بالنسبة لي. أنا خلاص جهازي العصبي اتسيستم على حاجة معينة، إحنا بنحب الfamiliar أو المألوف. إذًا إمم. لو المألوف هو التوتر، أي حاجة خارج المألوف حتى لو آمنة مش هاقدر أعرفها، لإن جهازي العصبي عمره ما اتعرّف عليها. أنا عِشت طول حياتي في توتر، فيوم ما أبقى مع حد secure هاحس إنه يا إما بملل، يا إما إن فعلًا في حاجة مش مضبوطة، هو مش ده اللي أنا أعرفه. لكن إمم. لو رُحت بقى لحد متجنب، على طول محسسني بالتوتر، متجنب مشاعره، متجنب إن أنا هو ما هو زوجي. أيوه. آه. أيوه، فعلًا، فعلًا، حاجة صعبة جدًا إن أنت بتروح ورا اللي جهازك العصبي عارفه، فأنت يا إما إمم. هتروح للغير آمن اللي هو اللي قُلنا عنه الdisorganized أو الinsecure، أو هتروح للمتجنب، لإن هو تاني برغم إنه غلط بس بيشكِّل لك المألوف اللي جسمك عارفه وجهازك العصبي للأسف متقبّله، طول ما أنت مش إمم. بتشتغل عليه. بيبقى لقاء الجبابرة للأسف حد بيدوّر على حاجة عند حد هو مش عارف يدّيها ومش عايز يدّيها، فبتبقى vicious cycle كده للأبد. طيب بالنسبة للمتجنب، إيه اللي بيخلّيه يروح للanxious؟ تمام. المتجنب شخص والله أنا عشان كده قُلت هم مظلومين جدًا. المتجنب هو شخص نِفْسه يحس بالانتماء، مبدئيًا إحنا عايزين نعرف كل الأنماط دي ناس فعلًا بتبقى عايزة تحس بالانتماء، برغم إن تصرفاتها ممكن توضّح العكس. إمم. فالمتجنب هو نِفْسه إن هو يحس بالحُب ويحس بإن في حد بيوفّر له كل المشاعر دي، لكن مشكلة المتجنب إن هو ما بيقدرش يرُد أو يعكس المشاعر دي، وبالنسبة له بتشكِّل خطر، فبيضطر إن هو يمشي. فدايرته بتبقى عاملة إزاي؟ دايرة المتوتر اللي هو بيعبّر له بقى عن الحب وأنا عايزاك وقُل لي إنك بتحبني وأرجوك وما تسيبنيش، اللي هو زي ما قُلنا وهو صغير هو عمر ما حد قال له ده أو عبّر له عن ده. في نفس الوقت لإنه متجنب فبتطلع أفكار أنت عايزني آخُد بالي منك زي ما أنا وأنا صغير كان متوقّع منّي إن أنا آخُد بالي من كل اللي حواليّا، أنا مش قادر، أوكي. سلام عليكم يا معلِّم، أنا هامشي. أوكي. فبيلاقي إن هو نِفْسه في ده، بس مش قادر again الجهاز العصبي مش قادر يحس إن ده مختلف عن اللي بابا وماما عملوه، مش نَفْس القصة، بس بيبقى عايزه، لإنه بيفكّروا برضه باللي بابا وماما عملوه أو ما عملوهوش في نَفْس الوقت. أوكي. طيب نطلع من المعضلة دي إزاي؟ يعني إزاي نضحك على جهازنا العصبي إن في حاجات كتير أحلى موجودة من إن أنت تقعد تجري ورا واحد عشان يدّيك حاجة هو عمره ما هيدّيها لك. صح. أول حاجة المعرفة، يعني أنا
أنا كنت طول عمري أو اللي اكتشفته مؤخرًا إن أنا كنت طول عمري anxious attachment، وكنت مستغربة أنا ليه علاقاتي يعني فاشلة بزيادة يعني مُفرطة، يعني عارف؟ لحد ما اتعلمت وابتديت أقرا في الموضوع، والسنة اللي فاتت دي كلها اشتغلت على نفسي، اشتغلت مع psychologist وtherapist وقريت أكتر وبقيت أسمع podcasts بس بتتكلم عن الموضوع ده. أول حاجة الوعي، إن إحنا نبقى عارفين يعني إيه إن في أنماط تعلُّق، ويعني إيه إن هي حاجة موجودة فينا من زمان أوي، إحنا بس اللي ما كناش عارفينها. إمم. تاني حاجة بعد ما أنا وعّيت نفسي وقدرت إن أنا أقرا أكتر وأفهم أكتر، أحاول أعرف أنا أنهي نمط منهم. وحاجة مهمة نقولها إن الأنماط بتتغيّر على فكرة، يعني هي دي بقى عشان نزوّد الموضوع لخبطة. أوكي. يعني ممكن إن أنا أكون نمط متوتر، بس من كتر ما جهازي العصبي استهلك أقلب متجنب، اللي هو خلاص أنا مش قادر، أو العكس أبقى متجنب ومن كتر ما التجنب خسّرني كتير بقيت عايز الإثارة والحماس فأقلب متوتر. إمم. فمهم إن إحنا ندرس ده في نفسنا ونشوف ونقرا أكتر عن علاقاتنا ونفهم إيه اللي حصل إمتى عشان نعرف أنماطنا أو نكلم حد مختص في الموضوع يساعدنا. تالت حاجة وأهم حاجة واللي بيشتغلوا عليها السايكولوجيست في الثيرابي حاجة اسمها تنظيم الجهاز العصبي النيرفس سيستم ريجوليشن، وهو بقى إن إحنا يعني نعيد إعداده، عارف اقفل الراوتر وافتحه تاني. أوكي. هو آه نعمل له restart إزاي بقى؟ تمام. طبعًا في حاجات آآ أولها الbreathing technique طريقة التنفس، لازم أنا كل يوم أدّي فترة كده من وقتي، تبقى فترة أكنّي باعمل فيها حاجة مهمة، مش فترة بس إن أنا أقعد يا تيجي يا ما تجيش، لأ أنا باحطها وقت كده في يومي إن أنا أقعد بس في هدوء تام، أتنفّس وأقعد مع مشاعري. عارف يا عمرو إحنا إيه مشكلتنا؟ المشكلة إن البني آدم شايف إن مشاعره لازم يتهرّب منها أو يحلّها، بمعنى يعني أنا متضايق، لأ أنا هاروح أشتري حاجة تفرّحني، أنا هاروح آكل fast food، أنا هاروح حفلة أسمع ما أعرفش مين بيغني، أنا هاروح كلّها حاجات distraction مش صحّية وما بتحلّش الموضوع. لأ، أنا عايزاك تقعد مع المشاعر، متعصّب، خلّيك متعصّب، اقعد اعرف أنت متعصّب ليه، ما حدّش بيموت من العصبية، متضايق اقعد. فالوقت اللي أنا باقعد فيه أعمل الbreathing technique أنا قاعدة مشغّلة دماغي في إحساسي، أنا متوتّرة، طيب خلّيني أقعد متوتّرة، بدل ما أقوم أمسك التليفون أبعت message أنا هاندم عليها بكرة، خلّيني أشوف أو مشكلة المسدجات دي مشكلة يا عمرو والله. والله كنت بافكّر إن أنا أعمل app يقفل المسدجات، يعني يقعد يسألك بقى شوية أسئلة كده قبل ما تيجي تبعت المسج ويجيب لك screenshots من حاجات قديمة وبتاع، بس فاهمك. تصدّق والله فكرة حلوة جدًا، يقعد يقيّم يحاول يقيّم حالتك النفسية قبل ما اللي ينزل. هو اللي هو لا، 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 لا باقفل لك الرسايل 24 ساعة، تعالَ بكرة نشوف الدنيا فيها إيه. بالضبط كده، بالضبط كده. هي الوقت ده في الوقت بقى اللي أنا قاعدة باشغّل فيه عقلي في مشاعري وباحاول أدرس أنا حاسة بإيه وليه، ومع نفس الوقت باشتغل على التنفُّس، فهنا هتلاقي إن الجهاز العصبي هيبدأ يربط الرسايل ببعض. أنا مش لازم كل ما تيجي لي فكرة وِحشة أو إحساس بقلق أو خوف أعملها react وعلى أساسها آخُد مواقف وactions، لأ، أنا أهو أنا حاسس بده بس أنا هادي وهي قاعدة بتتنفّس وقاعدة معايا، إحنا مش بنعمل حاجة نهرب بيها من الواقع. مع الوقت جهازنا العصبي يا جماعة جهاز عبقري، يعني وقدرته على الadaptation وإن هو كده يعمل reset ويشوف ويadjust على أساسه قدرة رهيبة. فدي من ضمن الطرق اللي بينصح بيها علماء النفس في إن إحنا نحاول نهدّي من جهازنا العصبي مثلًا. إمم. كان في حد قبل كده شُفته في فيديو، كان في حد بيسأله عن الجريف،
ف ف فهو قال نصيحة أعتقد هي تنطبق على كل أنواع المشاعر اللي في الدنيا. كان بيقول له إن الجريف أنت هتبدأ تحاول تdrink it out أو تشتغل على طول عشان تعمل أو تعمل حاجات جديدة أو تجرب حاجات جديدة، وهو كل اللي بيعمله he's waiting for you، هو قاعد مستني لما أنت تخلص كل الكلام ده كله هيرجع تاني. ف فلما اتكلمتي أنتِ في الموضوع ده دلوقتي أعتقد إن هو 90% من المشاعر خلّينا نقول السلبية، لو أنت عملت معاها كده حاولت تشغِل وقتك بحاجات وتتجاهل الموضوع تمامًا، هي مستنية. يعني أنا قاعد ما وراييش حاجة، خلّص كل اللي أنت بتعمله، ولمّا تيجي هتلاقيني قاعدة مستنية، ويمكن جِبت لك شوية عيال كمان معايا من فدي حاجة تانية برضه يا جماعة بمناسبة الكلام ده كله، روحوا اتفرّجوا على Inside Out 2، هتفهموا إلى حدٍ ما دماغكم شغّالة إزاي في موضوع المشاعر اللي إحنا مش عايزينها وبنرميها، وموضوع الanxiety. طيب أنا لسه ما آآ شُفتوش، بس ده ب جالي عنه reviews حلوة أوي. لا، 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 ده لازم، ده لازم يتشاف، يعني في شوية أشوف. memes كده هابقى أبعتهم لِك بعد الحلقة اللي هو إيه، يعني من غير حرق الفيلم بيقول لك يعني إيه الأطفال وهُم بيعرفوا إن في حاجة اسمها anxiety، وبعدين جايبين بقى رجالة كبيرة بتعيط والadults هُم لسه عارفين إن في حاجة اسمها anxiety أول مرّة يفهموا إيه اللي بيحصل ده. بالضبط. آآ طيب ده بالنسبة للشخص المتجنب الشخص الanxious sorry، المتجنب، إزاي يبدأ برضه يضحك على جهازه العصبي شوية، إن هو فُكّها شوية يا أخي، يعني معلش طلّع شوية مشاعر من اللي أنت شايلها للحبايب على جنب دي، طلّعها للناس. تمام. مبدئيًا خلّينا نقول إن موضوع تنظيم الجهاز العصبي هو الطريقة الأساسية في التعامل مع كل الأنماط، لإن كل الأنماط هي جهازها العصبي dysregulated أو غير منتظم، بس الطريقة اللي بيظهر ده بيها للناس هي مختلفة، لكن طريقة علاجها واحدة، إن أنا سواء جهازي العصبي شغال على طول في الfight or flight أو على طول مش شغال ومش منتظم أو وقت كده ووقت لأ، هو الحل إن أنا أنظّمه. الحاجة التانية إن أنا لازم أبدأ أسأل أنا التصرفات اللي أنا باعملها ليه؟ واللي هتكون غالبًا ناتجة عن سواء عدم ثقة في نفسي أو عدم ثقة في الآخرين، ولازم أعرف عدم الثقة دي جات منين وعلى أساس إيه وأبدأ أحلها. طبعًا الكلام ده كله بيدخل في الtherapy بشكل كبير، يعني إن أنت لو رُحت لحد ادّاك therapy في therapy معين لبس التعامل مع سواء كان الtrauma أو التعامل مع الثقة بالنفس أو الself esteem. لكن كمبادئ لو إحنا ناس عايزين مثلًا في البيت ما عندناش القدرة إن إحنا نروح نشوف حد، ممكن أنا أشتغل وأسأل نفسي الأسئلة دي، أنا المشاعر اللي أنا باحسها أبدأ أكتبها في ورقة، كل شعور أو كل فكرة أبدأ أكتبه، وأبدأ أحلل هو إيه السبب اللي خلّاني أوصل للفكرة دي، هل إن أنا مثلًا شايف إن أنا ما أستاهلش الحب، فعندي أفكار سلبية ذاتية أحاول أبدأ أغيّرها؟ هل إن أنا شاكة في كل اللي حواليّا وشايفة إن هو ما يستاهلوش الحب ده منّي، أنا مكفّي نَفْسي، فأبدأ أسأل نَفْسي إيه الدليل على الموضوع ده؟ هل أنا عندي دليل قاطع إن أنا فعلًا أحسن من الناس دي وإن أنا مكفّي نَفْسي والّا أنا وحيد وقاعد في البيت وقاعد باخسر كل اللي حواليّا بس شايف إن أنا باكفّي نَفْسي؟ لازم أعرف الفرق ولازم أصارح نَفْسي كويس أوي. الصراحة يا جماعة هي حاجة إحنا واخدينها for granted أوي، يعني إحنا ما بنصارحش نَفْسنا كفاية، أوكي؟ يعني أنا شايفة إن إحنا بنضحك على نَفْسنا كتير، المفروض ما ده نعملش كده. حقيقي، ده حقيقي. فالحلو إن إحنا ناخد وندّي مع بعض بشكل وِدّي ونشوف إحنا إيه المشاعر دي طالعة منين، وبجد نقيس تأثيرها السلبي علينا ونعترف بالتأثير ده، وساعتها نشوف إيه الحاجات اللي ممكن نعملها تبدأ تغيّر من طريقة فكرنا. هل التعبير عن المشاعر بيسبب لي خوف معيّن؟ طب ما أناقش الخوف ده مع الشخص اللي أنا نِفْسي أعبّر له
عن مشاعري. إحنا بقى اتكلّمنا إن 50% من الناس أشُك secure. ك هل لو في حد آآ دخل في علاقة مع حد secure، طبعًا هو زي ما قُلنا إن هو مع الوقت يا إمّا هيحس إن الموضوع مُمِل، يا إمّا هيحس إن في حاجة في خازوق جاي قدّامه أهو بس أنا لسه مش شايفه. بس هل لو الشخص ده ادّى العلاقة دي فرصة كفاية، ممكن النظام العصبي بتاعه يهدى، والّا هو برضه لازم يبقى aware إن النظام العصبي بتاعه بايظ ولازم يعمل له regulation؟ تمام. أنت جِبت المفيد فعلًا في السؤال ده، لإن هو من إحدى طُرق معالجة أنماط التعلُّق الغير صحية، هو إن إحنا نحاول نخلّي في حياتنا ناس آمنين في التعلُّق بتاعهم، لإن هنتعلّم منهم، ومع الوقت جهازنا العصبي هيهدى بسببهم، لإن هم ناس قادرين يعبّروا عن الحُب وقادرين يستلموا مشاعر الحُب. لكن طبعًا بشكل أو بنسبة معيّنة، يعني ما ينفعش أعتمد على ده كإنه خلاص بقى أنا ما أغيّرش من نَفْسي وأهو هابقى مع حد آمن وصباح الفل هيستحملني، لأ، الآمن بجد مش هيستحمل، هيمشي مش من الأول خالص، بس أول ما يحس إن أنت هتبقى سبب إن جهازه العصبي هو اللي هيبوظ. فلأ بقى. أيوه. لكن لو عندنا طبعًا أصحاب، لو عندنا ناس في عيلتنا، لو عندنا علاقات، لازم أبقى أنا صح زي ما أنت قُلت، عندي الوعي إنه على فكرة أنا داخل على حاجة واضح كده إن هي آمنة، شخص مختلف عني تمامًا، شخص مش مألوف بالنسبة لي، شخص قادر يتكلم في مشاعره بكل حرية، شخص قادرة أنا أكلمه في مشاعري بكل حرية من غير ما ياخد جنب ويحس إيه ده في إيه، شخص هادي في الresponse بتاعه، يعني لو حصلت حاجة تضايقه أو لو حصل مشكلة ما بيننا قادر إن هو ياخد وقته في رَد الفعل، رَد الفعل عنده ما بيطوّلش، لإن رَد الفعل المطوّل ده معناه إن في حاجة غلط في الجهاز العصبي، المفروض ردة أفعالنا تبقى مقتصرة أوي، ما ينفعش أنا أفضل زعلانة على حاجة أسبوعين، فاهم؟ فكل ده مع الوقت والله يعني بلاش نكد. آآ فمع الوقت بيحسسنا إنه إيه ده، في راحة غريبة، بس ندّي له الفرصة يا عمرو، ندّي له الفرصة، ما نهربش ونقول إيه ده لأ مُمِل، أنا عايزة واحد bad boy بس بيصلّي، فاهم؟ آه. اللي هو مش مرتاح لك ياض. آآ آه. طيب، المتجنب برضه أعتقد نفس الموضوع، لو ابتدى يخش في علاقات مع ناس secure هيبدأ واحدة، واحدة يبدأ هو كمان يفتح قلبه حبتين ويشارك مشاعره مع الناس. طيب دي أول نصيحة للناس اللي عايزة تحسّن من نظام التعلُّق بتاعهم، اللي هو أو تاني نصيحة، أول حاجة لازم تبقى aware بنظام التعلُّق بتاعك، تاني بالضبط. حاجة حاول تخلّي ناس secure في حياتك اللي إحنا مش عارفين هنلاقيهم منين. هل في حاجة تانية ممكن يعملوها؟ ممكن. فكرة app تانية إن إحنا ممكن نعمل app للsecure ونبيع، فاهمة؟ اللي هو خُد subscription معانا وهتلاقي ناس secure. أيوه جدًا، نجمّعهم في حياتنا. لأ بُص، إحنا ما ممكن حد يسمع برضه النصيحة دي ويقول طَب أنا أعرف إزاي إن الشخص ده هيبقى secure والّا لأ؟ إحنا نشتغل على نفسنا بالأساس، من قبل ما أنا أتوقع إن علاجي في شخص ما حواليّا، بمعنى أنا لو قدرت إن أنا أبقى secure، أنا أنظّم جهازي العصبي، أنا أنظّم مشاعري، أنا ما اعتمدش على حد أربط قيمتي لنفسي بحاجات هو بيعملها، يعني يوم ما يردش عليَّ يبقى أنا اللي وِحشة، أنا اللي عملت حاجة غلط، يوم ما يخون، يوم ما يبعد، يوم ما يسيب، يوم ما أنا اللي باخد كل حاجة على نفسي، لأ، لو أنا اشتغلت إن أنا آمنة الأمان ده بييجي من إيه؟ خلّينا نفهم هي ماري أنسورث شافت إيه يا جماعة في التجربة، يمكن لعل وعسى نتعلم حاجة من الأطفال الجميلة دي. أوكي. الأم أو الأب لمّا كانوا متواجدين في حياة الطفل بشكل آمن، لقوا إن الطفل كانت التجربة عبارة عن إن الأم تبقى مع الطفل الأول لوحدهم، بعدين حد غريب يدخل يقعد معاهم، بعدين الأم تمشي والغريب ده يفضل يقعد مع الطفل لوحدهم، وبعد كده إيه، الأم ترجع.
وحصلت سيناريوز كتير. ماري قدرت بقى إيه تدرس كل حاجة. الخلاصة قالت إيه؟ إن الطفل الآمن هو طفل لما مامته كانت موجودة سوري، كان مبسوط جدا وسعيد. لما جه الغريب استغرب شوية، بس إيه هو آمن، هو رد فعله طبيعي، جهازه العصبي منظم إنه إيه ده مين ده، بس في نفس الوقت لأ ماما موجودة خليك. ماما مشيت استغرب تاني وحس بخوف شوية طبيعي إن ماما مشيت، اللي هو بنسميه separation anxiety، بس برضه مش بشكل مفرط، مش هنموت، مش نهاية العالم. ليه؟ لأن هو واثق في نفسه وواثق إن ماما هترجع له. وفعلا لما ماما رجعت له كانت السعادة اللي على الأطفال، وفضلوا يلعبوا مع الشخص الغريب لأن هو واثق في مامته، ومادام مامته واثقة في الغريب يبقى هو يقدر يثق في الغريب. ليه التجربة دي مهمة قوي؟ ليه بقى؟ ليه؟ لأن هو ده اللي إحنا محتاجين نوفّره لنفسنا، إحنا كمتجنبين أو كغير آمنين أو كمتوترين، إحنا دايرة الأمان اللي ناحية الأم أو الأب دول ما كانوش موجودين، لأسباب مختلفة مش شرط ندخل فيها بالتفصيل، ما كانتش موجودة. إذًا أنا لازم أشتغل على مصدر الأمان ده، أنا أدّي لنفسي الأمان، أنا قادرة إن أنا أحمي نفسي، أنا قادرة إن أنا أثق في الحدث بتاعي. وأعرف إن حتى لو حد مشي، حتى غريب جه، حد تاني رجع، أنا كائن موجود ذاتي، وقادرة إن أنا أوفّر لنفسي احتياجاتي. أنا مش مستنية message من حد تعرّفني قيمتي، أنا مش مستنية إن أجري ورا حد أقول له أرجوك ما تسيبنيش، أنا مش مستنية إن حد أتجنّبه عشان يحبّني أكتر. لازم أشتغل على نفسي، هي الإجابة. أنا عارفة إن أنا طوّلت، بس هي فعلًا محور الحديث. أنا لازم أبقى أنا secure، أوتوماتيكيًا هالاقي ناس secure أكتر بحياتي، لإني مش هاقبل بأقل من كده. بالضبط. أنا عجبني الرد الأخراني، بس إيه، طيب، هل في فرق إمم. في أنماط التعلُّق عند الرجالة والستات، والّا هي برضه ما لهاش علاقة، هي بس بالطفولة؟ إمم. آآ حلو السؤال ده، حلو السؤال ده. في دراسات مش كتيرة وشكّكوا فيها شوية، لإنها كانت فيها حاجة اسمها الbias، إن هي bias شوية، إن هي اتعملت أوكي. في state معيّن في أمريكا، فكانت اللي هي المبدأ التعميم فيها قليل شوية. لكن الدراسة دي بالتحديد قالت إنه الستات الfemales بيبقوا أكتر عُرضة لإن هم يبقوا عندهم التوتر، التعلُّق التوتُّري، والرجالة بيبقوا متجنبين. بس أنا مش عايزة حد يزعل مننا يا جماعة، دي دراسة اتعملت ومشككين فيها. لأ بُصّي، هو it makes sense somehow، مش عشان حاجة، عشان أولًا الستات في مجتمعنا وفي كل حتّة والله، يعني أمّا سافرت ورُحت لقيت نفس المشاكل، بس متزوّقة شوية. طبيعي إن هُم اللي يشوفوه، حتّى لو طبيعي إن هُم يشوفوه إن هُم يبقوا insecure، أو anxious على حاجات كتير أوي. وبالنسبة للرجالة برضه، إحنا عندنا اعتقاد راسخ إن أنت ما ينفعش تبيّن مشاعرك، سواء حلوة والّا وحشة. اللي طبعًا هو حقيقي، ما اوعى. فيش راجل بيعيّط، ما فيش راجل بيقول أنا عايز إيه. ف فهي الدراسة ممكن تبقى محتاجة يعني أدلة أكتر، بس بالcommon sense كده. ممكن يكون الموضوع ده صح. ودي يمكن الحاجة اللي لمّا قريتها أنا اتفقت معاك جدًا، لإنه إحنا لو حطيناها على الcultural norms بشكل عام في مختلف الcultures اللي بنشوفها، طبعًا هي culture إن الراجل ما ينفعش إن هو يعبّر عن أي مشاعر، أسد يالا في إيه، أنت جامد، بالضبط. أنت جميل. فشيء طبيعي إن هو ذات نفسه هيبدأ يتجنب مشاعره الشخصية، يعني هو تقريبًا هو هيبطّل ممكن يفهم مشاعره ذات نفسها، فممكن ينعكس ده بشكل إن هو متجنب، بس في الحقيقة هو مش متجنب، هو على الله حكايته مش قادر يعرف مشاعره ومش قادر يفهمها. فطبعًا أنا يعني أعترف إن في pressure كبير أوي على الmales والرجالة في المجتمع ومجتمعات كتير بسبب الموضوع ده، إنه عشان حتى إحنا عندنا في العيادة مثلًا لمّا بييجي مريض
بتشوف الفرق ما بينه لمّا بتيجي لي مريضة، فقد إيه هو منغلق ومش قادر يopen up على طول في الأول، لحد ما تدّي له فعلًا الأمان إنه you're not going to be judged، ده مكان آمن. فهنا بقى اللي إحنا ممكن نعمله للناس، نبقى إحنا نحاول نبقى الأمان لنفسنا وللناس اللي إحنا في علاقة معاهم، ممكن ده يخلّيهم يopenوا up أكتر. تمام. آمم، طيب هل في نصيحة تانية تحبي توجهيها حبايبنا الinches وحبايبنا المتجنبين برضه؟ الsecure يا جماعة، ما حدش، لو في حد secure يمسح رقمه من عندي، معلش. لأ، لأ، خليك. على فكرة أنا عايزة أقول لك حاجة، بس الموضوع الsecure هو بيواجه المشاكل والله زينا زيهم طبيعي، بس هو بس بيقدر إن هو زي ما قُلت لك ينظّم الجهاز العصبي عنده وياخد مسافة كده لو لقى إن الموضوع إيه، مش تمام. نصايح تانية لباقي أنماط التعلُّق، نحاول يا جماعة ما نزيدش الطينة بَلّة. يعني إيه؟ يعني أنا أهو ابتديت أعرف أو أشوف إن في حياتي في حاجات معيّنة مش ماشية صح في العلاقات، أوكي؟ ما ابدأش بقى أبقى أنا عارفة إن في مشكلة، اختياراتي مش مضبوطة احتمال أو حاجة، وأروح أكمّل في either نفس العلاقات أو أروح علاقات تانية، بس هي بالضبط طبق الأصل من العلاقات الtoxic اللي كانت في حياتي. ما هو يا جماعة تعريف الجنون إن أنا أعمل حاجة متكررة وأتوقع نتايج مختلفة، بس أنا باعمل نفس الحاجة. فأنا لو عندي نصيحة للشباب والبنات في العلاقات بالذات، والعلاقات على فكرة بمختلف أنواعها، أنا مش باتكلم بس عن relationships of love، أنا باتكلم على كل العلاقات حتى الصداقات، واللي أهم كمان من علاقات الlove، الناس اللي موجودة في حياتي بشكل يومي. لو أنا لقيت إن في pattern معين موجود على كافة الأصعدة، لأ، أنا أكسر الpattern ده وأبطّل أدّي طاقتي ومجهودي لناس ممكن يبقوا في الأنماط التعلُّقية الغير صحية برضه، لإن ده مع الوقت هيخلّي سرعة جهازي العصبي في إنه يتعمل له reset أبطأ بكتير. أنت طول إمم. ما أنت عايش سنين وسنين يعني فده حاجة غير صحية هتاخد سنين وسنين في إنك تصلّحها، فما تقعدش بقى إيه، تكمّل. اكسر الدايرة دي، اكسر الحاجز ده، شوف أنت ليه، إيه اللي أنت عايزه في الناس دي. مثلًا النرجسيين، الanxious على فكرة هم أكتر ناس عُرضة للوقوع في النرجسيين على هاي فكرة. تاني. أنا كنت أصلًا بجد. هاسألِك في الموضوع، لإن لمّا تدخل في relation مع شخص نرجسي، يعني أنا كنت anxious درجة، أنا بقيت 100 درجة زيادة، 100 درجة زيادة بعد الrelation، الsensitivity بقت طبعًا. أعلى. آه. طبعًا. إحنا بيئة خصبة جدًا، بيئة خصبة جدًا للشخص النرجسي، لإن هو توتُّرنا ده وأرجوك ما تسيبنيش وأرجوك أنا هاعمل لك كل حاجة، هو ده بالضبط التكنيك اللي بيلعبوا عليه، إن هو إمم. يكسّر لك مقاديفك، يخلّيك يكسر عندك كل حاجة ليها علاقة بالثقة، وأنت already ثقتك يعني ماشية بعلاج، فيوم بقى ما هو يا يكسر باشا لك. بالزق. آه، خلاص كده هو ضمنك حرفيًا. فكانت من ضمن الحاجات اللي قالتها لي الtherapist اللي أنا اشتغلت معاها، أنتِ ليه الpattern ليه مش قادرة إن أنتِ تكسريه، اعرفي هو بيوفّر لِك إيه. لقيت إن أنت لمّا تسأل نَفْسك العلاقات الtoxic دي بتوفّر لنا إيه، هي مش بتوفّر لنا حاجة، هي بتأكد لنا حاجة، إمم. بتأكد لنا إن إحنا ما نستاهلش الحُب. أصل أنا لمّا أبقى مع حد يأذيني وأنا already ثقتي في نفسي قليلة ويأذيني، هاقول أهو شُفت أنا كان عندي حق، أنا ما أستاهلش الحب. لأ، ده إيه ده؟ إيه المُخ ده؟ آه. يا جماعة، لو برضه حد عنده مُخ زيادة ممكن يبدّله معانا، يعني عادي، يعني نشتري. لا، لا، لأ، مُتعب، مُتعب والله. طبعًا، طبعًا.
بس كل حاجة وليها حل، يعني هو مُتعب، بس إحنا طريقنا في الحياة كُلّه مصاعب وكُلّه متاعب، يمكن المشكلة والحمد لله إن هو بيتحسّن شوية مع الأجيال الجديدة، آه. المشكلة إن جيلنا يا عمرو ما الوعي النفسي منعدم، ما إمم. فيش، يعني ما كانت ولحد دلوقتي إحنا بنواجه صعوبة كأطباء نفسيين إن إحنا نحاول نمارس الوعي ده ونحاول ندخّله، يمكن الموضوع في أوروبا للأسف أنا باقوله بكل أسف مختلف ومتقدم شوية عن عالمنا ومجتمعاتنا العربية، بس لسه حتى في أوروبا قدامنا طريق طويل أوي، أوي على ما فعلًا نفهم الصحة النفسية أهميتها وإن في ليها علاج. فأنا لمّا باقول لك مثلًا إنه موضوع إن أنت قد إيه صعب وتعاني في علاقاتك، بس ليها حل، ليها أُقف إمم. قدّام نَفْسك وابتدي اسأل عن الناس عن طُرق الحل واستثمر في نَفْسك. أنا مشكلتي التانية اللي باواجهها مع الناس، إن الناس عايزة الطريق السهل، يعني إمم. قولي لي حاجة تخلّيني أبطّل أبقى متوتر دلوقتي، لأ ماشي قوم ارقص أو قوم رياضة بس ما دام يعني هل أنت مستعد إن تدّيني وقتك سَنة، 6 شهور، سَنة، سنتين نشتغل على مشكلة التوتر ده؟ لأ، ما عنديش وقت، لأ، يعني أنت مش ضيّعت 30 سَنة داخل في نمط مش صحّي، يعني مش هنقول لك ادّينا زيّهم عشان نعمل 1 على 30 منهم. ف ف اللي فعلًا حابب إن هو يشتغل على نَفْسه ما يفكّرش إنه لأ أنا خلاص it's too late أو ما فيش حل، لأ في حلول وناس كتير تعافت وحصل لها healing من الtrauma اللي سبّبت لهم أنماط التعلُّق الغير صحية دي، وقدرت إن هي تكمّل حياتها وتبني علاقات صحية جميلة وآمنة، وقدروا إن هم يحققوا ده، فهُم أحسن مننا في إيه يعني؟ ولا أي حاجة، فشخ. آمم، هبة أنتِ نورتيني النهارده، أنا مبسوط جدًا بالحلقة، وإن شاء الله مش آخر حلقة نعملها مع بعض، إحنا يعني إن شاء الله. محتاجين نتكلم أكتر. آآ، ده بجد والله محتاجين نعمل حلقات تانية زيادة. أنتِ نورتيني النهارده في سكة سفر، ولو حابة تقولي أي حاجة قبل ما نختم. عايزة أقول أوضّح بس نقطة معيّنة عشان دي ليها علاقة بالqualifications. أنا مش therapist، يعني أنا ما باعملش جلسات علاج نفسي، أنا طبيبة نفسية، ولكن خبرتي اللي اتكلّمت فيها النهارده معاكم هي طبعًا من خبرتي، من الشغل اللي أنا قعدت أشتغله مع الtherapist بتاعتي أنا والقراية اللي أنا عملتها. في كُتب أنا قريتها بالذات كتابين، واحد اسمه Attached لRachel Heller، وكتاب تاني اسمه The Attached Theory بتاع شارمين ديفيس. الكتابين دول يا جماعة بالنسبة لي غيّروا لي مفاهيم كتير في حياتي أوي عن أنماط التعلُّق، وشرحهم بسيط وجميل. أتمنى إن أنا أبقى أفدتكم، أبقى وضّحت. أنا بس عايزة أقول إنه البحر واسع أوي، وإحنا مش آه. هنعرف إن إحنا نلِمّه كلّه في حلقة النهارده، بس أتمنى أبقى وصّلت الأفكار بشكل على الأقل تفهّمنا في الأول، ويمكن إن شاء الله تساعدنا. وشكرًا جدًا يا عمرو إنك ادّيتني الفرصة دي بجد، أنا سعيدة جدًا. شكرًا إن أنتِ قبلتِ، وشكرًا إن أنتِ نورتيني النهارده. أنا حاليًا باقرا Attached فعلًا، وهو سهل وبسيط جدًا، وبيحط سيناريوهات كده، فبيخلّيكِ تفهمي الدنيا أكتر. آآ، وإن شاء الله إحنا قُلنا بس إحنا فتحنا الباب للناس، أنت حاول تعرف نَفْسك أكتر. اقرا، شوف therapy يا جماعة. الاستثمار في الtherapy، أنا عارف إن هو في مصر دلوقتي بقى الأسعار خزعبلية، بس في ناس برضه أسعارها معقولة، و والموضوع زيه زي ما بتروح لأي دكتور. أنا عارف إن في ناس عندها حتّة اللي هو لأ أنا هادفع كل ده عشان أروح لحد أقعد أتكلم معاه ساعة، فهو لأ الموضوع مش كده خالص. آمم، إن شاء الله لينا حلقة تانية قريب يا هبة هنضبّطها، إن شاء الله ما تواجهناش كَم المشاكل الtechnical اللي قابلتنا النهارده، بس الحمد لله يعني تمِّت على خير. آمم، أنا عمرو خاطر، ودي كانت سكة سفر، وأشوفكم الحلقة الجاية.